بتعملي دايت ومش بتخسي، المشكلة في النشويات. لو قعدتي تاكلي 5 مرات أكل، انت كده بالشكل ده بتدمري الأوتوفاجي اللي في الجسم. الأوتوفاجي هي العملية اللي بيحصل فيها ان الجسم بيبدأ ياكل من الخلايا السرطانية ومن الدهون الموجودة في الجسم. كمان بتدمري الجروث هرمون في الجسم، بتقلليه خالص، ما بتديهوش فرصة ان هو يعلى في الجسم فيبدأ يحرق في الدهون. كمان ما بتقدريش تخشي في حالة الكيتوزيس خالص، لان حالة الكيتوزيس عشان تخشي فيها لازم تمنعي النشويات، لازم تمنعي الاكل فتره طويله، اقل حاجه 12 ساعه. مقاومه الانسولين كمان بتزيد عندك، كمان ممكن يحصل تكيسات للمبايض اللي هي بولي سيستيك اوفرز. عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي، لو وزنك مش بينزل يبقى اكلك مش متوازن، حتى لو بتاكلي قليل قوي. الطبق الصح ببساطه لازم يبقى نص خضار، ربع بروتين زي الفراخ، اللحمه، البيض، الكبده، الكفته، اعملي شاورما، اعملي مليون طريقة ممكن تعملي بيها البروتين بتاعك وتاخديه في ربع الطبق بتاعك. الربع الاخير بقى لازم يكون نشويات، ويفضل لو تكون النشويات ديت نظيفة زي الرز، زي البطاطس، زي البطاطا. دي من النشويات النظيفة قوي والمتوفرة عندك في يومك، تقدري تاكليها كل يوم ببساطة جدا. ما عرفتيش تاكلي النشويات النضيفة ديت، خلاص مفيش مشكلة لو هتاكلي العيش، بس لازم تقللي الكمية. يعني بدل ما بتقعدي تاكلي 10 رغيفة، كلي نص رغيف. الغلط بقى اللي انت بتعمليه وانت مش حاسة، بتقعدي تاكلي عيش ورز ومكرونة في نفس اليوم. يعني الصبح في الفطار عيش، في الغدا تاكلي رز، بالليل في العشاء تروحي عاملة مكرونة وايت صوص وملخبطة الدنيا خالص، وتقولي انا ليه مش بنزل على الميزان. او انك تاكلي الاكل من غير بروتين، يعني مثلا تروحي جايبه طبق مكرونه وتاكليه، ده بيدمر معاكي الحرق نهائيا. انا عندي ليكي بقى رساله مهمه قوي، استني تعالي واسمعيها. انا مش بقولك امنعي النشويات، بس بقولك قلليها وخليها بذكاء. اعملي كده بس اسبوع واحد وشوفي الفرق بنفسك. عندك مصادر البروتين الجيده جدا، اللي هي في اللحمه، اللي هي في البيض، اللي هي في الفراخ، اللي هي في السمك، عشان كمان تخلي شعرك جيد، الشعر ما يقعش. ليه ناس لما بتبدا تعمل رجيم بتقولك انا شعري وقع اول ما بدات اعمل رجيم؟ عشان مش بتاخد البروتين بتاعها الجيد. الشعر عشان يبقى جيد لازم تاخدي في اكلك حديد، لازم تاخدي زنك، لازم تاخدي سيلينيوم. طب تاخدي الزنك والسيلينيوم منين؟ من المكسرات. لازم تاخدي اوميجا 3. طب اخد اوميجا 3 منين؟ من السمك. لازم تمنعي المقليات، ما ينفعش اكل الفراخ بانيه مقليه، لا انا هاكلها مشويه. ممنوع المقليات. كمان لازم تهدي الاسترس، بيخلي الحرق عندك يقف، بيخلي شعرك يقع، بيخليكي مش مظبوطه، بيخلي الجسم يعطل منك. طيب ايه كمان ممكن تاخديه ويحسن من امتصاص البروتين ويخلي الجسم يحرق كويس قوي مع وجود البروتين؟ يعني ما ينفعش اكل حته الفرخه من غير ما اكل الحاجه اللي تهضم لي حته الفرخه في المعده. خدي خل التفاح، هيحسن معاكي امتصاص البروتين والمعادن والفيتامينات في المعده، ويخلي كمان شعرك ممتاز وما يقعش ابدا، بالعكس هيزيد كمان. إيه كمان تركاية صغيرة قوي بتعمليها ومن غير اي تكاليف ومن غير اي مجهود منك، تنامي نوم جيد وتخشي في الديب سليب اقل حاجة من 6 ل 8 ساعات. لازم تخشي في الديب سليب ولازم تنامي نوم جيد جدا. في حاجة بتعمليها في شعرك بتدمر شعرك وانتي مفكراها حاجة تجميلية وبتخلي شكلي واو، لا، هي الاكستنشن دوت بيهلك الشعر نهائيا، لانك بتضغطي على الشعرايه بشكل مبالغ فيه وبتشديها بالاكستنشن ده ملوش اي لازمه. لو انت استخدمتي اكلك الصحي بالعكس هتحافظي على شعرك وهتحافظي كمان على نضاره بشرتك. الكريمات اللي موجوده دلوقتي اللي فيها الهيالورونيك اسيد، دي كريمات بتعمل ايه؟ بتحبس الميه تحت الجسم. الميه لما بتتحبس تحت الجلد بتعمل نضاره للبشره وتخلي البشره تفضل دايما طريه. يبقى انت تعملي ايه؟ تشربي ميه كتير، تعملي نفس اللي الكريمات دي بتعمله وبتاخد مننا ملايين ملايين من الناس اللي بتروح تشتريها وفكرة ان هي فيها سحر. لا، هو الموضوع ببساطة ان انت اشربي مية كتير اثناء اليوم عشان جسمك يبقى مترطب وبشرتك تبقى ناعمة وتبقى صافية. ايه كمان ممكن تاخديه وفي يومك
وكمان يكون مضادات للأكسدة ووقاية ليكي من الزهايمر. يعني خلاص هتبطلي تنسي انت حاطه الموبايل فين. التمر عبارة عن سحر جميل جدا انت بتاخديه اثناء يومك. خدي 3 تمرات كل يوم. هو لو جلايسيميك اندكس، يعني عمره ما هيعلي السكر عندك، عمرك ما يحصل لك مقاومة انسولين وانت بتاخدي التمر. كليه بس ما تاكليهوش كتير. هو ممتاز جدا في مضادات الاكسده، هيعالج الجسم من الالتهابات كمان. زودوا مضادات الاكسده في يومكم يا جماعه. لازم تزودوها بان انتوا تاخدوا فيتامين سي من البرتقال، من الليمون. خدوا التوتيات، التوت، الفراوله. خدوا المكسرات بتزود معاكم مضادات الاكسده. خدوا القرنفل، خدوا القرفه. البهارات، الهنود ليه عندهم مضادات الاكسده عاليه وصحتهم جيده ورفيعين؟ عشان بيحطوا بهارات كتير قوي في اكلهم، هم والصينيين. كمان شعرهم بيبقى جميل قوي. الهنود دايما معروفين بان شعرهم جميل قوي. طيب انا عايزه ازود في اكلي ايه يا دكتور عشان يرجعني شباب من تاني بقى؟ كمان اوميجا 3 في السمك. خلي يومين في الاسبوع عندك سمك، كلي سمك، زودي اوميجا 3، ارجعي للشباب من تاني. حتى لو كنت وصلتي لسن ال50 او ال40 او حتى ال60، خدي اوميجا 3 عشان ترجعي شبابك من تاني. كمان عشان عايزه ترجعي شبابك من تاني لازم تحافظي على الكتله العضليه. يعني اهم حاجه ان انت تهتمي بالبروتينات. لازم تاخدي البروتينات في يومك كل يوم. فراخ، لحمه، بيض، سمك، تونه، اي بروتين نباتي، ويكون افضل طبعا من البروتينات اي بروتين حيواني، ويكون افضل طبعا من البروتينات النباتيه، لان البروتينات الحيوانيه هي الاعلى في القيمه. لكن لو مفيش امكانيه للبروتينات الحيوانيه فممكن تاخدي بروتينات نباتيه، وهي عباره عن العدس، الحمص. معاه كمان البروتين لازم تاخدي معلقه خل التفاح عشان تزودي الهضم بتاع البروتين ويتهضم في المعده كويس وتستفيدي منه اقصى استفاده. الميه هعيد وازيد في الميه مليون مره. الميه زيها زي النظام الغذائي بالظبط، زي النظام الغذائي في الاهميه. عشان تخسي في الوزن لازم تاخدي كل يوم اقل حاجه 2 لتر ميه ونص. بتضربي وزنك في 35 وتعرفي منه كميه الميه المصرح ليكي ان انت تاخديها كل يوم. ولو مش عارفه تحسبي الميه بتاعتك اكتبي لي في الكومنتات ماء يا دكتور، وانا هكتب لك كميه الميه المفروض تاخديها كل يوم في يومك عشان الحرق معاكي يزيد. لا تاخدي ازيد منها ولا تاخدي اقل منها. انا مش عايزاكي تاخدي اقل من الميه اللي انت محتاجاها. طيب انا عايزه كمان ازود المناعه بقى عندي. اخد ايه في اكلي عشان ازود المناعه عندي وما يجيليش اي امراض وابقى جسمي نشيط ويخس وابقى في حيويه وابقى حياتي صحيه؟ فيتامين دي. فيتامين دي موجود في الشمس، موجود في الفيتامينز تاخديها كاقراص، موجود في الشمس يا جماعه. يعني انزلوا امشوا كل يوم نص ساعه، تعرضوا للشمس، خدوا فيتامين د، حسوا بالنشاط بالحيويه، قللوا الاسترس لما تنزلوا وتمشوا. حياتكم هتبقى احسن، نفسيتكم تبقى احسن، هتخسي وانتي مرتاحه، مش هيبقى فيه اي ستريس في حياتك. طيب كمان لازم تزودي فيتامين سي في خلال وجباتك في اليوم. خدي برتقان. البرتقان موجود ومتوفر دلوقتي، بقى موجود في الصيف وفي الشتاء، يا تعصريه يا اما تاكليه بالالياف وبيسبب شبع وجميل جدا لو اتعشيتي بيه. هرمون النمو بيزيد 2000% لما بتعملي صيام متقطع. انا مش عايزاكي تاكلي 5 وجبات في اليوم كل شويه عماله تاكلي تاكلي تاكلي، مخليه الجسم داخل في حاله هو ماهوش عارف يحرق ابدا. هو عمال يا دوبك يهضم الاكل اللي انت بتديهوله، حتى ماهوش عارف يهضمه من كتره ومن تقله ومن اللخبطه اللي فيه. حتى رز على مكرونه على عيش على كميه لخبطه. ادي فرصه للجسم يرتاح ويهدى ويهضم صح، عشان تقدري كمان تعلي الجروث هرمون في الجسم وتعلي العضلات في الجسم وتعلي الحرق في الجسم ويبقى الجسم نشيط وبحركه ممتازه. لاحظي ان انت دايما لما بتاكلي كتير بتتقلي وتبقي مش قادره تتحركي ولا تمارسي نشاطاتك. اوعي تعملي كده في نفسك. خليكي دايما في صحه جيده. خلي دايما هرموناتك بتاعه الجروث هرمون اعلى، هرمونات النمو تبقى اعلى. صومي صيام متقطع، حتى لو مش هتصومي اثنين وخميس، صيام اللي هو عن سنة عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. خلاص صومي صيام متقطع طول النهار. صومي 12 ساعة من بالليل للصبح، ادي 8 ساعات نوم اهم.
وبعد كده صومي عليهم 4 ساعات كمان اول ما تصحي من النوم. وفي خلال ال4 ساعات اللي اول ما تصحي من النوم دول تقدري كمان تشربي ميه، تشربي شاي، تشربي كركديه، تشربي نعناع، تشربي ينسون، اي مشروب بس من غير سكر. انا مش عايزه الكالوريز تخشلك او لبن يخشلك، يعني ما ينفعش تشربي شاي بلبن، لا هتشربي مشروبات اللي هي منعدمه السعرات الحراريه. وكلي بعدها، صدقيني هتلاحظي جسمك هيختلف نهائيا، وهتوصلي للوزن الرشاقة اللي انت بتحلمي بيه واللي اصلا ربنا خلقك عليه، ودي طبيعة جسمنا. كان معاكم النهارده دكتور شيرين ابراهيم نصر، اتمنى اكون فدتكم ووصلتكم للطبق المتوازن اللي المفروض تاكلوه كل يوم، وقلت لكم الفوائد والاضرار، واستفيدوا وفيدوا غيركم، وانشروا الفيديو عشان الكل كمان يستفاد.